الحاجة المهمة بقى وأهم نقطة، ودي كانت حصلت لي في هولندا والبوليس وقفني عليها. الخير عليكم، معكم مينا ماهر من ويل بايك. النهاردة بقى هكلمكم عن فيديو مهم جدا، وركزوا في الفيديو لأن فيه معلومات هتفيدكم كتير، ومعلومات يعني لو ما خدتش بالمعلومات دي وركزت عليها ممكن يحصل لك مشكلة على الطريق وانت سايق العجلة. ستيبس كده مع بعض، فحاجات مهمة وبسيطة بس هتفرق معاك لو انت طالع بالعجلة، سواء رايدات او مسافات او مشاوير او بتستخدم العجلة كوسيلة مواصلات يومية. هنقول لكم عن يعني ايه الاغراض او الاشياء اللي تكون معاكم على العجلة عشان ما تقعوش في مشكلة. اول حاجة قبل البدء ممكن الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة. لو في حد صديقك برضو بيركب عجل ممكن تبعت له الفيديو ده عشان يستفيد. اول نقطة وهنتكلم فيها هي ممكن تكون معلومات اساسية، بس في ناس كتيرة برضو جديدة في مجال العجل ممكن ما تكونش عارفة الحاجات دي. اول حاجة وانت ماشي على العجلة ان يكون معاك منفاخ طوارئ، ده بيكون صغنن جدا، بيكون بيتعلق مكان اللي هو تحت البوتل كيج او اللي هو حمل الزمزمية، وبيكون حجمه صغنن كده حوالي نص ايدي كده، بيتعلق بطريقة شيك وبيدي منظر شيك. وبيكون الحاجة التانية بيكون معاك لافيهات، وبيكون معاك كامر داخلي بتشوف المقاس الكامر الداخلي اللي عندك، وبتكون معاك الكامر الداخلي ده عشان لو لا قدر الله الكاوتش اتخرب منك، ودي طبعا حاجة واردة. ما لو اتخرب منك على الطريق هتضطر بقى تحمل العربية سوري، تحمل العجلة على تاكسي او تحمل العجلة على ميكروباص، ولا صعب تلاقي حد ياخدها منك او صعب تلاقي وسيلة مواصلات. فانت بيكون معاك الحاجة بتاعتك اللي هي تساعدك وتسعفك. فبيكون معاك الداخلي وبيكون معاك اللفيف، بحيث لو الكاوتش اتخرب منك بيبقى يكون يفضل نظام العجله بتاعتك على نظام كويكلي ريليز. فبتفك الجنط وبتغير بقى الداخلي، بتفكه ببساطه وتطلع الداخلي وتحط داخلي جديد. بس قبل ما تحط الداخلي بتشيك برضو على فردة الكاوتش ان هي مثلا ما فيهاش سلايه او مطرح الخرم، بحيث انت بقى وانت مش على الطريق ما تتكررش معاك تاني، يبقى انت عالجت المشكله. تاني حاجه وحاجه ننوه، بتقفل الكاوتش بس انت تكون بقى فاهم يعني ازاي تقفل الجانت. هي الموضوع بسيط بس هي معرفه، بس هي اول مره ممكن تكون صعبه، بس بعد كده بيكون عادي. بعد كده في ناس يقول لك بقى خد معاك كله وعده لحام، بقى انت بقى مش هتقعد في وسط الزحمه ويكون الجو حر ولا حاجه وتقعد تدور على الخرم بقى ومحتاج ميه وتصلح بقى وكده. النقطة الأولانية يكون معاك داخلي لفات منفاخ طوارئ، ويكون معاك الحاجة اللي بعد كده بيكون معاك شنطة عشان تحط، يا شنطة بتتحط على الكادر أو شنطة بتتحط تحت الكرسي. في شنطة كده بيبقى بيتحط فيها مكان حامل تليفون وفيها بتتحط كده، بتبقى هحاول أشوف لكم صورتها، لو لقيتها هحطها لكم في أثناء الفيديو. او الشنطه اللي بتتحط تحت الكرسي دي بتبقى حاجه راقيه جدا، يعني بيبقى شكلها جميل. قبل ما نكمل الفيديو، حاجه رخيصه مش بفلوس، انزل حط لنا لايك واشتراك في القناه عشان نقدم لكم كل ما هو جديد، وتابع الفيديوهات القديمه هسيبه لكم كده في الديسكريبشن، او هيظهر قدامكم شويه فيديوهات عملناها شيقه جدا. وكنا عاملين عرض منفاخ الماني وكان سعره رخيص جدا، ميد ان جيرمان. الفيديو اللي فات هسيب لكم برضو اللينك بتاعه. ان انا كنت ماشي بالعجلة وكنت ماشي بالليل، بس الاضاءة الليلية ما كانش معايا اضاءة ليلية، وما كنتش فاهم القانون ده، ما حدش اداني فكرة. فكنت ماشي بقى في الشارع ضلمة في هولندا، لقيت الضابط وقفني فقال لي لازم تدفع 150 يورو. قلت له انا مش من هنا. فقال لي خلاص المرة دي، والمرة الجاية لازم تركب نور خلفي. فالنور الخلفي ده بقى الدول الاوروبية بتخاف عليك، بيحرصوا على الحته دي. فالنور الخلفي انت ماشي بالليل من غير نور خلفي، وارد جدا ان ممكن يحصل حاجه امرجنسي، ان حد يجي يلبس فيك. هو برضو مش قاصد يلبس فيك، هو مش شايفك انت راكن على جنب، تلاقي واحد جه شالك بالعجله بحالك بكل حاجه، تلاقي نفسك اترميت على الارض وهو اخد بعضه وجري مش هيقف.
فانت تخلي بالك من النقطة دي، لازم يكون معاك انوار قوية جدا، سواء نور خلفي ونور امامي، فدول مهمين 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 جدا. ماشي تمام. لو عايزين برضو سلسلة فيديوهات من كده ممكن تقترحوا علينا ان انتوا نقول لكم ايه في الفيديوهات الجاية، وانتظروا مننا كل ما هو جديد وكل ما هو مميز. كان معكم مينا ماهر. لو في اي استفسارات ممكن تتواصلوا معايا مباشر، هساعدكم، او تكتبوا لي تعليق. هسيب لكم رقمي في الديسكريبشن، وصفحة الفيسبوك والتيك توك طبعا لو بتحبوا التيك توك. شكرا، يلا سلام، نشوفكم الفيديو الجاي.